لارباكة الرحالة الضائع كان أحمد مغامرا شغوفا دائما ما يسعى لاستكشاف أراضٍ جديدة. في صباح مشمس انطلق وحده إلى أعماق الغابة القديمة، مسلحا فقط ببوصلة، خريطة، وفضوله اللامحدود. لكن عندما غابت الشمس خلف الأفق، اجتاحت عاصفة مفاجئة الغابة، مما جعل اتجاهه غير واضح. وبحلول الوقت الذي توقفت فيه الأمطار، أدرك أحمد أنه قد شرد بعيدا عن المسارات المألوفة، وكان ضائعا تماما. مع حلول الليل، حاول أحمد بناء ملجأ من أوراق الأشجار الكثيفة. كانت الغابة مفعمة بالأصوات، تغريدات، عواء، وحفيف أوراق. كل صوت خفيف أو زئير بعيد جعل قلبه يخفق بسرعة. تكدس تحت ملجئه المؤقت، مرتجفا من البرد والرطوبة. كانت اتساع الغابة وعزله مؤلمين، لكنه أجبر نفسه على الهدوء، مدركا أن الذعر لن يساعده في العثور على طريقه. في صباح اليوم التالي، استيقظ أحمد على صوت مجرى مائي قريب يتبعه، أملا في العثور على طريق للخروج. بدلا من ذلك، صادف كليرينغا مخفيا ملونا، حيث كان مجموعة من القرود تتحدث بفضول. حاول أحمد أن يتبعهم، معتقدا أنهم قد يقودونه إلى طريق آمن، لكن القرود تراجعت، تاركة أحمد وحيدا مرة أخرى. رغم إحباطه، قرر أن يتابع مجرى الماء، معتقدا أنه قد يقوده إلى حضارة. مرت الأيام وتناقصت مؤن أحمد. كان متعبا وجائعا، وعطلت بوصلته بسبب الرطوبة. مع كل خطوة بدت الغابة تمتد إلى ما لا نهاية أمامه. قرر ما إذا كان يجب أن يستمر في متابعة مجرى الماء أو يتجه في اتجاه مختلف. أخبرته غرائزه بالاستمرار في الحركة، لكن قوته البدنية كانت تتراجع. بدأت اليأس يتسلل إليه، وشعر بثقل قراره أكثر من أي وقت مضى. عاصفة أخرى اجتاحت، أكثر شدة من الأولى. اهتزت الأشجار بعنف، وأصبح مجرى الماء سيلا متدفقا. لم يكن ملجأ أحمد قادرا على مواجهة العاصفة، فقد جرف بسرعة بحثا عن ملجأ تحت شجرة بانجان كبيرة. شعر بالأمطار تبلله بالكامل. شدة العاصفة جعلت من الصعب رؤية أو سماع أي شيء، مما زاد من مشاعره بالعجز والخوف. بعد أن مرت العاصفة، لاحظ أحمد توهجا غريبا في المسافة. مدفوعا بالأمل، اتخذ طريقه بحذر نحو الضوء، متجاوزا الطين والحطام. قاده الضوء إلى فطر متوهج صغير يغطي صخرة. كان هذا الفطر المتوهج، على الرغم من أنه ليس علامة على الحضارة، يعطي أحمد بصيص أمل. قرر استخدام ضوئه لمساعدته على العثور على طريقه في الظلام، وجمع بعضا من الفطر المتوهج لليلة. بينما كان أحمد يواصل السير، صادف كوخا قديما مهجورا. بداخله وجد بقايا نار قديمة وبعض الإمدادات المفيدة، بما في ذلك سكين صدئ وعبوة ماء. شعر بارتياح متجدد وأمل متجدد. أثناء فحصه للكوخ، لاحظ آثار أقدام حديثة تقود بعيدا عنه. كان هناك شخص ما هنا مؤخرا، ربما كان لا يزال قريبا. في اليوم التالي، تتبع أحمد الآثار التي قادته إلى قرية صغيرة مخفية في أعماق الغابة. رحب به القرويون بحرارة بعد أن أدركوا أنه ضائع ويحتاج إلى مساعدة. قدموا له الطعام والماء والمأوى. علم أحمد منهم أنهم كانوا يراقبون احتمال وجود فريق بحث منذ أن لاحظوا الدخان من ناره المؤقت. القرويون بمعرفتهم بالغابة قادوا أحمد إلى أقرب مدينة حيث يمكنه الاتصال بأصدقائه وعائلته. كانت الرحلة إلى العودة شاقة، ولكن مليئة بالشعور بالارتياح والامتنان. تأمل أحمد في مرونة وقدرة القرويين على إنقاذه من كارثة محتملة. عاد أحمد إلى منزله، وقد تغيرت حياته إلى الأبد بفعل تجربته. استأنف روحه المغامرة، ولكنه مع احترام جديد لقوة الغابة وعدم قابليتها للتنبؤ. علمت محنته دروسا قيمة عن البقاء والمرونة وأهمية التحضير. كل مغامرة الآن تحمل تقديرا أعمق للتوازن الدقيق بين الاستكشاف والحذر.